عذاب القبر، هل في عذاب قبر ولا مفيش عذاب قبر؟ طبعا الناس اللي متابعاني عارفه الاجابه، مفيش عذاب قبر. عذاب القبر هو خرافه من خرافات اصحاب الدين الموازي اللي نسبوها كذبا للرسول، وقالوا ان الرسول قال ان في ملكين وهيجوا يسالوك وثلاث اسئله وانتوا هتجاوب عليهم، ويا اما ما تجاوبش يا اما مش عارف ايه، وبعد كده يا عذاب يا نعيم وتشوف مقعدك من الجنه لا مقعدك من النار. كل ده الرسول اصلا لا يعلم الغيب. جميل. قال لك طيب سيبك من الاحاديث، لو انت ما بتاخدش بالاحاديث نجيب لك من القران. طب هات لنا يا عم من القران. قال لك في سوره غافر الايه رقم 46، بسم الله الرحمن الرحيم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. هل دي كده اللي بتأيد ان في عذاب نار؟ يا ابني انت فاهم غلط. عذاب قبر انتوا فاهمين غلط، فاهمين غلط خالص. الآية بتقول إن آل فرعون هم اللي يعرضوا على النار. النار يعرضون عليها، يعرضون عليها، مش هي اللي بتعرض عليهم، مش هم اللي بيتعذبوا في قبرهم. لا، كأن ربنا بيوصل رسالة للنار: أنا بعرض عليكي كل يوم أهو. آل فرعون جهزي نفسك عشان يوم تقوم الساعة دول يوم أشد العذاب. دول مش أي حد، كأن لهم مكانة خاصة كده في العذاب. فهم اللي بيعرضوا على النار، وده بيثبت ان مفيش اصلا عذاب في القبر. بالعكس، ده الايه اللي انت بتستشهد بيها هي من اكتر الايات اللي بتثبت ان مفيش عذاب قبر اصلا، بس انت مش فاهم خالص. ده غير ان في ايات كتير في القران بتثبت يقينا ان العذاب او النعيم والجزاء الخير تمام يوم القيامه، الحساب يوم القيامه. يعني مثلا اديكم مثال، بسم الله الرحمن الرحيم في سوره ابراهيم الايه 42: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، هل اليوم ده في القبر ولا يوم القيامة؟ يوم القيامة، يبقى مفيش أي حاجة غير يوم القيامة. جميل، ده كلام ربنا. إيه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم في سورة آل عمران 185، بسم الله الرحمن الرحيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. حسابك يوم القيامة. طيب نروح بقى لآيات تانية. في آيات كتير بس أنا بحاول أجيب لكم أكتر آيات أنتوا يعني بتسمعوها ومشهورة جدا، ولكن مش مدركين إن هي بتنفي عذاب القبر أصلا. في سورة النبأ الآية رقم 40، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يوم القيامة المرء هينظر ما قدمت يداه، يعني هيعرف بقى هو الدنيا دي ماشية معاه في ايه، يعني كان في الدنيا صالح ولا طالح. هيعرف الكلام ده يوم القيامة. تمام، مش هعرف الكلام ده قبل كده خالص. وبرضو بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم في مثلا سورة الحاقة، بسم الآية 20، تمام، من الأول الآية 20، بسم الله الرحمن الرحيم: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. يبقى هيمسك كتابه إمتى؟ هيعرف حسابه إمتى؟ في الآخر يوم القيامة. وبرضه في نفس السورة الآية 25 و26 و27 عن بقى اللي هياخد كتابه بشماله: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. هو يعني أدرك وعرف حسابه لما أوتي كتابه بشماله في وقتها، مش قبل كده، مش في القبر، في يوم القيامة. يا ليتها كانت القاضية. الموتة بتاعته يعني ما كانش أحيي، زي كنت قلت الكلام ده قبل كده.
طيب هقول لكم برضو بسم الله الرحمن الرحيم في سورة ياسين. ده بقى الدليل المنطقي جدا ان مفيش عذاب قبر. منطقي قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الآية رقم 12 في سورة ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني اللي عملوه في حياتهم هم عايشين متسجل، حلو أو وحش، كله متسجل، الحلو والوحش. وآثارهم يعني ما ترتب عليه من آثار، يعني اللي هيستفيد منه وهيهدى بسببه أو هيضل بسبب اللي عملوه. بمعنى لو واحد مات ونزل القبر وأعماله الحلوة أكتر من أعماله الوحشة في حياته، هيجي يتحاسب على أعماله الحلوة إن هي أكتر فيخش الجنة وهو في القبر. طب وآثارهم كان عامل حاجة وحشة بيضل بها الناس عمالين يضلوا وهو ميت وهم عمالين يضلوا والعداد بيعد عليه. وآثارهم نكتب 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 نكتب، بقت السيئات أكتر من الحسنات في الوقت ده. هيتحاسب إزاي جوه القبر؟ هيبقى كده في مشكلة. فده منطقي جدا تأجيل الحساب ليوم القيامة، اللي هو وقت ما خلاص الحياة بتفنى وتعدم من الأرض وما عادش فيه أي عمل لأي حد، وقتها هيتم الحساب. عشان تبقى انت استنفذت كل الخير بتاعك، سواء اللي انت عملته وانت عايش او اللي اتحسب لك وانت ميت، وكذلك الشر اللي انت عملته وانت عايش او اللي اتحسب عليك وانت ميت. وبعدين في نقطة جميلة كمان في موضوع عذاب القبر. موضوع عذاب القبر ده أصلا بيثبت يعني زي دايما بقول التناقض اللي موجود في الأحاديث، الاختلاف الكثير لو كان من عند الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. أهو بقى الأحاديث عشان هي مش من عند الله متألفة منكم وناسبينها كذبا وزورا للرسول. موضوع عذاب القبر ده يثبت لك تناقض الأحاديث. ليه بقى؟ احنا قلنا خلاص ان الرسول المفروض بيقول ان هو قال في عذاب قبر. طيب ما هو برضه في حديث صحيح رواه مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، عمل صالح ينتفع به وصدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. يعني أهو ده عامل زي إيه؟ وآثاره جميل كده. طب منين الرسول بيقول كده إن العمل انقطع إلا من ثلاث؟ يعني عمله هيفضل شغال ويتحسب له خير خير خير. هيتعذب ليه في القبر؟ ما هو جاي له حسنات اهي. ليه يتعذب في القبر؟ المفروض يستنى بقى لحد يوم القيامة. المفروض ده حديث صحيح، ودي احاديث المفروض بيقول عليها صحيح. ففي تناقض. عشان كده يا جماعه ارجعوا لكتاب الله، ركزوا مع كتاب ربنا. كنت دايما وانا صغير بقول ايه بقى؟ الحته بتاع الملكين. هم الملكين وهم بيحاسبونا في القبر بيسالوا مثلا، هيسالوا سيدنا محمد يقول له من الذي بعث فيك؟ لا كده هيتسال سؤالين بس: من ربك وما دينك؟ بس مفيش بقى سؤال ثالث. اصل اقول انا اللي بعثت في نفسي؟ مفيش الكلام ده. طب اللي قبل سيدنا محمد كان الثلاث اسئله بتاعتهم ايه؟ هل نفس الثلاث اسئله ولا ما كانش فيه اصلا؟ طيب لو واحد يعني ما كانش صالح قوي في الدنيا وما كانش برضه مذنب قوي، بين البنين يجي يجاوب ازاي؟ ما هو يا اما هيجاوب يعني دايركت، الله ربي، الاسلام ديني، محمد رسولي، فده سهله. واللي مش عارف اللي هو الوحش قوي المذنب والكافر والكلام ده هي ها على كلامهم ها مش عارف يقول حاجه. طب اللي بين البنين ده يعمل ايه؟ هيتهته. بيقول لك هيتهته. طب التهته دي الملكين هيقيموها ازاي؟ يا جماعه الامتحان بتاع ربنا يا تنجح يا تفشل يا تعدي. بس ده عذاب، ده مش لعب، يا عذاب يا نعيم. عشان كده الحساب عند ربنا، وعند ربنا ميزان، وربنا هو العادل. العدل صفة مطلقة في ربنا، عندنا احنا او عند غيرنا مش صفة مطلقة، ممكن غيرنا يخطأ، لكن عند ربنا مفيش الكلام ده. عشان كده الحساب اتأجل ليوم القيامة، وربنا اللي هيحاسب، ربنا اللي هيحاسب فقط. اتمنى ترجعوا لكتاب ربنا وتقروا وتسمعوا
بتمعن، تحاولوا تدركوا عشان ربنا يرحمكم. شكرا.